معكم في برنامجكم المفضل الصيف على بيت رمضان. النهارده حلقه جديده متميزه مع احد الكوادر الهامه واعمده البلد. معانا النهارده شخص يعني عايز اعرف رده وعايز اعرف كلكم معنا ومعكم الاستاذ حسين جرس. اهلا طبعا. اهلا وسهلا بحضرتك. نورتنا وشرفتنا. كل سنه وحضراتكم طيبين واسره البرنامج كلها طيبه. بنحيي الاستاذ ابراهيم المصري والاستاذ حسن سعيد ونحيي الاستاذ سمير الخضراوي، نحيي اخواتنا حبايبنا كلهم كل سنه وانتم طيبين، واهلنا وشعبنا ومصرنا العزيزه الغاليه كل سنه وكل اهلنا طيبين في مصر الغاليه. اهلا وسهلا. في البدايه عايزين نعرف الجمهور مين هو الاستاذ جرس، يعني عرف نفسك. والله الحمد لله رب العالمين، بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. انا العبد الفقير بالله حسين عبد الشافي عبد الجواد جلال. انشأت الحمد لله في البلد ديت كفر جبل الهرم، والحمد لله رب العالمين التعليم تجاري، والحمد لله بالنسبه للعمل بتاعي صاحب مؤسسه الاخلاص للاستثمار العقاري والخدمات العقاريه. والسن طبعا الحمد لله رب العالمين يعني داخلين على 50 ولله الحمد، وبحب بلدي وبحب اهلي وبحب الوطن اللي انا عايش فيه والارض اللي احنا عليها، واهلا وسهلا بيكم. شرفتنا ونورتنا وكل سنه وانت طيب. احنا برنامجنا يعني في الخلاصه بنحب نجيب الضيف نستفسر عنه عن بعض الحالات الشخصيه اللي ممكن تكون الناس مش عارفينها وحابين يعرفوها عن صوتنا. في البدايه عايزين نستخدم بان احنا في ايام مفترضه ايه يعني طقوس اليوم الرمضاني اللي بيكون خلص. والله طقوس اليوم الرمضاني يعني الحمد لله طبعا احنا تعودنا من صغر من صغر سننا ان رمضان ده بتبقى له دايما روحانيات معينه، روحانيات كده لمه الاسره والعائله والاهل والتظاهر والعزايم، اتعودنا على كده. وبعدين مائدة رمضان دايما او شهر رمضان هو زي ما قال الله سبحانه وتعالى شهر رمضان هو الشهر الذي انزل فيه القران هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. فصيام الشهر ده اولا من صام يوما في سبيل الله باعد الله بينه وبين جهنم 70 خريفا. فصيام رمضان ده صيام جنه، والصيام ده لله عز وجل. طقوس رمضان مائدة الإفطار دايما لما الإخوة لما الجيران لما الشارع لما الحي، تحس حضرتك إن الكون كله في توقيت واحد. سبحان الله ترتيب ربنا سبحانه وتعالى إن الشوارع بتبقى مكتظة بالناس وبتبقى مليانة وبتبقى تلاقي ساعة الفطار العصائر واللي جاب الكنافة واللي جاب المخللات واللي جاب العيش واللي كده، وكله بيدخل. الحلاوة بقى في إيه؟ إن كله في توقيت واحد بيقول بسم الله الرحمن الرحيم. الكل في توقيت واحد بيفطر، فدي حاجة في طقوس معينة الحالات معتاد تعملها في رمضان. معتاد. تفطر أول يوم؟ والله هو يعني أول يوم أنا ودايما أيام رمضان لأن للصائم دعوة لا ترد، ودايما أنا بعمل كده حاجة كده مع نفسي إن ساعة أذان المغرب أو ساعة الإفطار ببقى واخد كده حاجة مع الله عز وجل وبتحط فيها الدعاء وتطلب من الله عز وجل اللي أنت عايزه، لأن هي الصائم تبقى دايما فرحتان، فرحة عند فطرك وفرحة عند لقاء ربك. فرحة عند الفطر لك دعوة أو تدعيها لله عز وجل خالصة لله، وإن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى بيستجيب لعباده والحمد لله رب العالمين. والفرحة الثانية طبعا عند لقاء ربنا، نسأل الله أن يتقبل منا صيامنا وقيامنا إن شاء الله. خلينا نقول صدفة الحاجتين يعني ليها طبق مفضل ما تقدرش يعني تشوف الصدفة بتاعها. والله الطبق المفضل طبعا هو أسد الطعام اللحوم طبعا يعني ده أساسي. جاب طبق السلطة وطبق الحلويات. ده اساسي. ما تقدرش. لا ما اقدرش، ده يوميا يعني بمجرد كده الافطار من الافطار الحلويات يعني ايا كان بقى الخشاف لامارتين كنافه بس ايا كان يعني، بس بعد الفطار ده على طول مباشره قبل الشاي والقهوه كمان. السنه رمضان 2022 يا ترى بصفه حضرتك زادت ولا نقصت؟ يعني اقصد بالزياده والنقصان الاشخاص وليس طبعا الطعام. يا ترى زاد والله ولا كما هي؟ والله انا احمد الله واشكر فضله طبعا يعني منذ 30 سنه تغيب والدي عنا والحمد لله رب العالمين، وهذه اختار الله عز وجل. ولكن دايما بفتقده، دايما كده وانا قاعد على المائده كنت اود ان يكون والدي معايا بجنبي، يعني فعلا يعني نعمه الاب. الشباب والاخوه اللي عندهم الاب مش عارفين قيمته، قيمه الاب عاليه جدا، لان الاب لا يعوض. يمكن اي شيء في الدنيا الا الاب لا يعوض.
فدايما الواحد بيفتكر كده ان ابويا رحمه الله على ابائنا جميعا، ولكن الحمد لله احنا ما زلنا لحد دلوقتي الحمد لله، بل زدنا ولله الحمد. الاسره زادت اسره ثانيه يعني بالاحفاد، ربنا من علينا بالاحفاد الحمد لله. عايزين نصحتين طبعا نقارب الاحبه كتير طبعا ربنا يزيد، ولكن لو طلبنا من حضرتك انك تعمل منظومه رمضان وتقدر تقول 5 اشخاص بس هتكون منهم؟ والله 5 اشخاص بتبقى عمليه صعبه جدا. انا عارف الحاجه يعني هتحط فوق ب5 يعني طبعا خلينا اقرب 5. اقرب 5 طبعا، يعني اول واحد من 5 امي. اول حاجه اخواتي، زوجتي كفت معايا ووقفت معايا في ايام عصيبه الحمد لله رب العالمين. يعني الاسره الكريمه هو اول من 5 تقدر تكون. طبعا انا اتكلم يعني المفروض الاصدقاء والاهل طبعا لو حضرتك يعني مش لو قلت لي 500 ولا كده كنت ممكن نعدي ونكمل ان شاء الله يعني. ان شاء الله. عايزين حضرتك بقينا في رمضان بيبقى لينا مواقف وطوائف كده جميله بتحصل لواحد ممكن هو صغير وهو موقف تعالى وموقف الخطوه. عايزين موقف حصل في رمضان فتفتكر السنه ماشي، مش تفتكر مش مشكله. موقف حصل في رمضان ده طريق او زعلك فرحك. لا والله الحمد لله رب العالمين. وانت تراجع كده نفسك وانت الحمد لله دايما بيصطفي عباده. ان وانت تلاقي كده لحظه الفطار بتلاقي كده حد جاي لك من حيث لا تدري، تلاقي ربنا من عليك برزق داخل عليك بيتك يفطر معك. انت حاجه سعيده جدا ما تنساش ولا في رمضان. دايما ببقى منتظر الفطر. حتى يعني حصل لك موقف ان كان طريق في رمضان مثلا يعني فطرت قبل الفطار، نسيت مره شفت قبل الفجر يعني. طبعا ممكن تمر وتحصل، بس ممكن يعني قبل ان الواحد ياكل قبل المغرب دي هتبقى صعبه يعني، لان الحمد لله رب العالمين يمكن انا طبعا من اول ما نقول الله اكبر ببقى متركز طبعا عشان تطبيق السنه. عجلوا الفطار واخروا السحور، او زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم امتي بخير ما دام يعجلون بالافطار ويدخلون السحور يدخلون السحور. فدايما اول نقول الله اكبر فانا بفطر، ولكن في السحور دي دايما بتبقى حته الميه ديت وشرب الميه، شرب فنجان قهوه، شرب كوبايه شاي، بتبقى على توقيت الفجر بس. قمت عليك مره في طريق يعني شربت ميه او تناولت طعام حصل وتفاجأت ان النهار طلع مثلا اول يوم. حصل معايا موقف ان في يوم كده كنا يعني خدتنا سنه من النوم كده ونمنا وقمنا بعد صلاه الفجر، لا كان في سحور ولا كان في ميه ولا اي حاجه. الحمد لله. عندنا لو ظهر شخص مثلا في خلاف شخصي او خلاف عائلي او خلاف ايا كان خلاف عمل واتصل بحضرتك اول مره وظهر قال لك حسيت انا بأجل الفطار، يا ترى هترفض التلبيه ولا هتوافق ومش هتروح ولا هتروح؟ هي طبعا لها زوايا كتيره في الرهيب، يعني حضرتك طبعا لو الشخص ده كان فيه شيء او كده او اتصل عليا من باب ان هو مثلا يعني صله رحم، من باب مثلا ان هو خيركم من بدا بالسلام، من باب الفضول بتاعته ان هو مثلا حابب ان هو في ايام الصلاه اللي زي كده ان احنا ننقي النفوس ونصفي النفوس، فتاكد ان شاء الله ان انا مش هقول لا ان شاء الله. لا مش هقول لا. حاجه ديني قبل ما تكون دنيوي. احنا كمان مفترضه في ايام رمضان حتى انت زعلان منه هتقول له دلوقتي لو قادر تفوز كمان مش قادر هيوصل له ورا تاني. انا مسامحك رمضان كريم يعني، او حد هتقول له سامحني انا اسف رمضان كريم. والله حد زعلان منك او حد مزعلك انت عايز توجه له رساله يعني بالاسم او من غير اسم. والله هو في موقف حصل معايا طبعا، في موقف حصل معايا وطبعا يعني الاخ ده بدأ الله عز وجل ان ربنا يهديه، ولكن بامانه هو التسامح والعفو ده من شيمه الكبار ومن شيمه الله عز وجل، ولكن هو فعلا خذلني. يعني كان اخ وصديق وكنت فعلا بحبه وبسمع كلامه كده الى ان انا وجدت في موقف من المواقف ان هو بيضللني، يعني سامحه الله، لكن انا عن نفسي له من الله ما يستحق. سامحته؟ له من الله ما يستحق. حابب تلفه ولا مش حابب؟ والله برضه منا من اهل البلد ومنا، وكان في تداول بيني وبينه في حاجات كده وفي التعامل، ومني شخص يعني، بس له من الله ما يستحق. هو كده يعني هو كده عرف ولا اكيد طبعا لو سمع الحلقه بتاعتي اكيد طبعا او شافها اكيد هيعرف ان انا فعلا يعني زعلان منه، حتى وكان ان انا بأمد بصلة الرحم وأمد بالإخوة في الإسلام وأمد بالحج يجير علينا، ولكن من داخلي فعلا دي مش بتاعتي، داخلي فعلا زعلان منه يعني. مش نقدر النهارده
تقول له رمضان كريم. اقول لك كل سنه وانت طيب واهلك طيبين وربنا وان شاء الله يعني ربنا كبير وربنا غفور رحيم. يمكن يتفرج على الحلقه دي ويتصل بحضرتك بعديها ويقول لك والله يعني رمضان كريم. انا عبد يعني عبد معلش يعني حته القلوب ديت بتبقى بس، ولكن ربنا سبحانه وتعالى عفو كريم يعفو الله عنا وعنه. يعني نتمنى ان يكون الاستاذ اللي استاذ حسين زعلان منه او زعله يسمعه دلوقتي ويتصل بيه بالتليفون ويقول لك احنا رمضان كريم واحنا اخوه واصحاب واهل ومحدش يبقى فيه منا حد يا جماعه زعل، احنا في امر مشتركه مش حابين ان حد يقسمه باي حد حاجه. الحمد لله. طبعا لا يخلو الحياه بدون السياسه. عايزين نعرف الحياه السياسيه بالنسبه للاستاذ يا ترى حضرتك تنضم الى احداث السياسه؟ والله حضرتك التطبيق دوت انا لا انضم لاي حزب سياسي، ولكن انا كنت خدمت الحزب المصريين الاحرار فتره والحمد لله رب العالمين، شاب محب البلدي، ما انتميش لاحزاب، ولكن بتابع امور البلد، بتابع خطوات البلد، بتابع الشباب اللي زي الاستاذ ابراهيم والناس حسن والاخوه اللي هم فعلا يعني ما شاء الله ربنا يجزيهم فيكم والصحه ويجمريكم عايزين مصلحه البلد. ولكن تقول لنا السبب بتاع تركك لحزب المصريين الأحرار؟ انا ما تركتش المصريين الاحرار لان كل المصريين الاحرار يعني عزاز على قلبي، ولكن كان فعلا بقالي فتره بعيد شويه بسبب الامور اللي بتمر بيها الكون كله، مش احنا بس كجمهوريه مصر العربيه، من كورونا ومن ابتلاءات وامراض والكلام ده كله، فانا فعلا بعيد بقالي بتاع سنتين كده. لكن ما فيش اي خلاف بيني وبين اي حد بالنسبه للعمل، ما فيش اي حاجه، كلهم اخواتي وحبايبي وبتشرف بيهم يعني. لو حد بقى حضرتك انضمام لاي حزب في الفتره دي كان قصدك ايه؟ والله الله المستعان، يعني كان اخ فاضل يعني اخوتي اللي بحبهم دايما عزاز على قلبي، طبعا ما اكثرهم وقصه الذكر طبعا اخويا شهاده غانم الراجل المحترم، اخويا دايما انا بتشرف بيه، وكل الشباب وكل الاخوه يعني محبين لبلدهم، فلو في اي عمل ان شاء الله كمصلحه البلد تاكد ان انا مش هتاخر ايا كان هو الحزب. تنوي الترشح لاي منصب قيادي او سياسي؟ لا حتى لو طلب عليك عن طريق اي حزب؟ عرض وانا ما لا ما بحبش اكون منصب، يعني بحب اكون انا مع الجمهور، بحب اكون العمل بتاعي كده خدمات مع في الشارع مع اي حد، انما كمنصب سياسي لو لقيت شاب يستاهل ان تقف وراه في الانتخابات او طبعا الانتخابات اللي فاتت، الانتخابات البرلمانيه السابقه شفنا عديد من الشباب طبعا الحاج حسين يقول لنا يا ترى هو كان محددين؟ والله وقفنا، بس طبعا صعب ان احنا نذكر يعني لان كلهم عزاز على قلبي وكلهم، ولكن هم بصراحه وضعونا في حيره من النفس، ان انت كلهم بسم الله ما شاء الله احبه حضرتك واحد انتخاب؟ طبعا يعني لو كده حضرتك شويه عشان الناس تعرف يا ترى الحاج حسين علي على مين؟ والله حبيبي بص انا اقول لك على حاجه، يعني صديقي الشخصي يعني بقولها وبفتخر بيه طبعا باستثناء اي حد، طبعا كلهم اخواتي كلهم عزاز على قلبي، ولكن كانت اولويه للدكتور مجدي البطراوي اخويا وحبيبي، والشاب المجتهد محمد ابو عيسى طبعا انا انسان، وكلهم يعني صراحه اخوه فاضل. لا انا بسمي، لكن انا بديت انا بسمي الناس طبعا. لا احنا كان حاجه اخويا طبعا مجدي ما شاء الله يعني الدكتور مجدي الواحد وديت اخونا محمد ابو عيسى يعني بقى بصراحه ما تتعبش تسمع. لا انت كده سبت الثالث ان اي حد يتوقع ان هو يكون الثالث. تمام عشان ما يبقاش فيها حرج. طبعا. طيب لو خلينا في الفتره الجايه دي ظهر عندنا شاب من الشباب القاده البسيطه اللي حالهم المادي مش قوي، بس انت شايف واهل البلد شايفه ان هم يعني قادر يعني تفضل. تاكد ان مش انا بس، تاكد ان البلد كلها اي شاب داخل فعلا عنده فكر وعنده تطلع وعنده برنامج انتخابي وعنده يعني معلش يعني اكاديميه العمل الخدمي الجماعي وعاوز يخدم وعاوز يعمل حاجه، فعلا تاكد الناس كلها تقف. ممكن حد فينا سبب من اسباب اللي مفيش حد في الطلب كابتن الحلقه. والله احكي لي عن اجابه عن هذا السؤال. في بعض الاخوه كانوا بيقولوا لنا التفكك، يا ترى ده سبب من الاسباب؟
يعني عشان احنا ما اتفقناش على شخص معين. وممكن تكون ده سبب من اسباب ان الانتخابات اللي فاتت في عدد كبير. في عدد كبير جدا، وفعلا اوضعوا البلد في فئه كبيره. ان انا يعني كنادي السمان ولا فضل الجبل ولا عز الدين او غطاس او في الدائره نفسها في ناس كتير، وانت كنت في حيره من الامر كلهم يعني صغيرين ده كان لصالح الشخص الخارجي. طبعا ده كان صالح الناس. كان مثلا يقولوا ايه واحد بيعطل والثاني بيصطاد. انا كان في ناس صادق يعني. بس في البدايه لو كنا احنا كلنا نستطيع على مجموعه معينه كانت على الاقل خالص هنقدر الشخص. ما هو احنا في الحاله دي يا استاذ ابراهيم لو احنا كان في قدامنا شخصين او ثلاثه بس ان انت ممكن تدي والبلد كلها بسم الله ما شاء الله الاصوات في البلد مش شويه. التفكير اللي حصل ده كان اللي حصل كان صالح نفسنا يعني. تحب تعيش الشباب الفتره دي يعني تجارب العمل السياسي ولا تقول لهم خليك على جنب بالحرام شويه؟ والله توجه النصيحه دي لابني والابناء المسلمين اجمعين والابناء داخل جمهوريه مصر العربيه ان دايما المسلمين دول ما يبقاش فيه تفكك، ما يبقاش فيه ان هو الادمان والكلام القادم اللي بنشوفه. عايزين استجاب شويه، عايزين صله ارحام شويه، عايزين الغيره بتاعت الشعب المصري، الغيره بتاعت الناس على بعضيها وعلى الاخت وعلى البنت وعلى الزوجه وعلى الام اللي ماشيه في الشارع. عايزين شبابنا يحسوا الموضوع دوت يبصوا عليه شويه ان احنا في تفكك وفي تباعد جامد، تباعد اخلاقي، تباعد ديني، تباعد النهارده عن الاهل. النهارده ما عادش زي الاول. كان مثلا كنا نشوف كباراتنا ماشيين كده كان واحد يتدارى او رهبة منه. النهارده الشباب إلا ما رحم ربي ربنا يهديهم ويصلح حالهم إن شاء الله. دعوة إن ربنا يهديهم ويعودوا إلى رشدهم ويعودوا إلى دينهم ويعودوا إلى تقاليد الإسلام ويعودوا إلى التقاليد بتاعتنا والعرف اللي اتبعنا ربنا عليه كأهل بلد وكأهل ريف وكأهل عائلات كلها متواصلة كلها عن بعض. ومعلش يعني بيننا وبين بعض صهر وأنساب وكده احترام. يا ريت الشباب تعرف الموضوع. يا ريت. طبعا عايزين نتوحد بسؤال جاي بصوت يوم، سؤال حسين كان يتمنى ان هو يتساله وانا ما سالتوش. والله كنت اتمنى سؤال عن وحده الهرم. يعني كنا دايما بنفكر كده نكون في عيله اسمها عيله الهرم. مش عايزين احنا كلنا عائلات وكلنا اولاد ناس وكلنا محترمين وكلنا كويسين وكلنا عندنا اجتهاد، ولكن التفكك والتباعد وكل واحد اجتهاده على ان هو يبقى افضل من الاخر. لا، العمل الجماعي كويس. يا ريت نكون في عمل جماعي. يا ريت نصبر من كل عيله برجل او برجلين ان هم يكونوا مش احزاب، لا يكونوا فعلا قلبهم خدمه اهل البلد اللي في اي اتجاه، اللي في شهر عقاري، اللي في مستشفى، اللي في خدمات ايا كان نوعها او وضعها. يا ريت فعلا. يعني احنا عندنا عائلات كتير في البلد. انت لو جمعت تسمع اكثر من 100 رجل او 150 رجل مثلا لو دول جاموا على قلب رجل واحد بخدمه اهل البلد او خدمه الدائره ديت، تاكد ان احنا مش هنبقى في الجنه. لا انا بضم صوتي لصوت الحاج حسين وسط البلد كلها بتضم صوتها ليه. يا ريت يا جماعه يبقى عندنا بيت اسمه بيت العيله، بيت الهرم، لمه العيله تحت اي مسمى. يا ريت كلنا نجتمع يدا واحده على قدر رجل واحد نخدم بلدنا. نشوف بدل ما اهالينا بتلجأ للناس بره عشان تخدمها وتقعد تتعب عشان تقابل مسؤول. طب ليه يا جماعه؟ ما احنا كلنا مسؤولين، كل واحد فينا مسؤول في مجاله ونقدر نحط فينا في بعضنا نبقى اقوى من اي حد. اتشرفت بداية نتائجنا اتشرفنا بحضرتك يعني ونورتنا وشرفتنا وكنت واحد طيب. عايزين نقول بس يعني كلمة للناس يعني في نهاية البرنامج يعني لنا كلمة رمضان. كلمة رمضان يعني كلمة موجهة لحد وجه كلمة لهم. والله أنا بقول أهل الهرم كل سنة وانتم طيبين جميعا. يا ريت طقوس رمضان اللي احنا بنتمناها ان هي ترجع تاني، التواصل والمحبه، وممنوع المشاكل، ممنوع الشجار، ممنوع العراك، ممنوع ان احنا نبقى في تصارع وفي شحنات. يا ريت كده نفرغ قلوبنا واحنا المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يظلمه. يا ريت كده نرجع كده في تعاليم الاسلام بتاعتنا ان احنا نكون على قلب رجل واحد، نكون اخوه متحابين ومتعاونين. تاكد ان شاء الله ان احنا نكون يعني مش هنقول احسن الناس ولكن هنكون ان شاء الله على قلب قوي جدا. شرفتنا ونورتنا وكل طيب. بشكر حضرتك وبشكر اسره البرنامج طبعا وبشكر الجمهور بتاعنا. ويا ريت يعني لو في اي تجاوز ولا بتاع ولا كده يعني
يسمحوا لنا او يسامحونا، وجزاكم الله خيرا. الله يحفظك. شرفنا ونورنا الحقيقه احنا كرام، كان احد اللقاءات الهامه اللي احنا استمتعنا معاها بيها. نقول لكم صباح طيب وصباحكم طيبين. شرفتونا ونورتونا، وان شاء الله باذن الله اشوفكم في حلقه جديده في برنامج ضيف عائله رمضان تقديم ابراهيم مصري، اخراج حسن سعيد. الى اللقاء في حلقه جديده من برنامجكم ضيف عائله رمضان.